الحوادث المفرحة كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. حاليا أنا أذكر قصة، يوم من الأيام كنت أقوم برحلة في منطقة نائية. نعم. ودخلنا غابة من الغابات، ونعلم أن الغابة فيها لصوص مسلحين. اترك الحيوانات، حنا قادرين نتعامل مع الحيوانات. أي نعم. لكن لصوص مسلحين وأنت ما عندك حتى سكين. مرات نشتري بطيخة ولا رقية ما أستطيع أنا أذبحها بالسكين أو لين ما عندي سكين. فإيش تعمل؟ واحد معاه رشاش ولا غيره. فتوكلنا على الله، وكان لابد نمر من الغابة. مرينا بنقطة عسكرية ما انتبهنا، الظاهر كانوا يأشرون لنا وما انتبهنا لهم ومشينا. بعد شوي بديت أنظر في المراية الموجودة في السيارة، وجدت سيارة عسكرية ورانا وتشعل الضوء طفيه وتشعل طفي. ايش عنده هذا؟ سألت مدير المكتب. نعم. لأنه يعرف المنطقة ويعرف البلد، هو من أهل البلد. فقلت له ايش هذه؟ سيارة عسكرية. قال لي والله على الأغلب حرامية. قلت له كيف حرامية بسيارة عسكرية؟ قال سرقوها. هي أكيد هي. والآن بيشتغلونها في سرقتنا. وماذا حدث؟ فقلت للسائق توكل على الله وسوق بسرعة. بس سائقنا شخص مدني وأشجار وغابات، فما يستطيع يسوق بسرعة. نعم. اللي ورانا عسكر حقيقيين مو حرامية. راحوا ولفوا ووقفونا. نزل منها ضابط شبير، أذكر رتبته عقيد. وياكم وياني، وكان ياخذ لي تحية. الرجل متوهم ولا رايح على واحد ثاني. قال الدكتور عبد الرحمن بالعربي. ما شاء الله. قلت له نعم. يعرفك يعني؟ أي نعم. قال لي أنت ما تعرفني، بس أنا يتيم من أيتامكم. ما شاء الله. سبحان الله. أنتم ربيتوني وأنا صغير، وأنا كبرت وخلصت الثانوية ودخلت الكلية العسكرية، والحين وصلت رتبة عقيد. فعلا. والمنطقة كلها لصوص. شيء فكنت أنا خايف عليكم. أبرسل وياكم عسكري. سبحان الله. سبحان الله. عجزت وأنا أشعل الضوء وأطفيها بيكم توقفون. وأنتم كنتوا خايفين يعني. طبعا احنا خايفين. فذكرت له احنا كنا خايفين من هذا. قال الآن قطعت تقريبا نص الطريق، ما استطيع ارجعكم. نعم. فما في الا انا امشي معاكم. انا على الاقل معي سلاح، ومعي جندي معاه سلاح. هذه احدى نتاج ثمرات. حمدت الله وشكرته. يعني حتى هذا اليتيم ما اذكره. يعني هذه مثل ما يقول يعني من يزرع سنبله. نعم. انت يعني وضعت هذا الانسان واخذت بيده، وسبحان الله تعالى يبي يثبت لك. نعم. بالدليل القاطع ان عمل الخير ما يضيع، ورد لك هذا الانسان في موقع اللي يدافع عنك. أي نعم. شكر من الله تعالى. اللهم لك الحمد الشكر. هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى.